العلامة الكبرى الثالثة: خروج يأجوج ومأجوج. بعد أن حبسوا في باطن الأرض لآلاف السنين ومحاولاتهم العديدة لنخر ونقب سد ذو القرنين، يأتي اليوم الذي يشاء الله فيه أن يخرجوا إلى سطح الأرض فيهدمون السد الذي بناه ذو القرنين، ويخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كبير لا يقف أمامه أحد من البشر. لا يمرون بماء إلا شربوه، ولا بشيء إلا أفسدوه. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وتفسد هاتان الأمتان في الأرض فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنبالهم إلى السماء فيرد الله عليهم سهامهم مخضبة بالدماء. فيقولون: قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلوا. ثم يزحفون نحو جبل الطور بسيناء حتى يصلوا إلى حصون المسلمين ليقضوا عليهم. فيحاصر نبي الله عيسى وأصحابه، فيتذرع نبي الله عيسى والمسلمون الذين معه إلى الله لينجيهم من هذه الفتنة، فيميتهم كموت نفس واحدة، فتجوى الأرض من ريحهم. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. العلامة الكبرى الرابعة: طلوع الشمس من مغربها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صحيح البخاري. ينام الناس، وفي وقت صلاة الصبح يستيقظ الموحدون لصلاة الفجر ويخرجون إلى بيوت الله يصلون الصبح ثم يعودون، ولا زال الليل مخيما بظلامه، ويخرجون لصلاة الظهر ولا زال الليل مخيما بظلامه. وفجأة يشهد أهل الأرض في الأرض كلها آية عجيبة من علامات الساعة الكبرى، تلك الآية التي تؤذن بتغير أحوال العالم العلوي كله، ألا وهي طلوع الشمس من مغربها. فتطلع الشمس من مغربها، فلما يراها الناس يعلنون إيمانهم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وفي نفس اليوم الذي تطلع الشمس من مغربها تخرج الدابة. العلامة الكبرى الخامسة: خروج الدابة. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم،
فيكون تكريمها آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم آيات الله. تسم الناس على وجوههم بالكفر والإيمان، فتجلو وجه المؤمن وتحطم أنف الكافر. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة، وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود ولا يريدون أن يؤمنوا بالغيب، ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم ملحدو أوروبا الوثنيون الإباحيون.